بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم باسم الشعب اليمني العريق بحضارته الغابرة وحاضره المجيد، باسم ثورته ووحدته المباركة وشهدائه الميامين الخالدين في ذاكرة التاريخ، الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة شجرة الحرية، باسم أنسال التبع اليماني وذي يزن ومعد وذمار علي وسبا والمثنى والغافقي، الفاتحين العظام الذين نشروا راية الحق والعدل والإسلام في أصقاع المعمورة، باسم أبطال سبتمبر العظيم، وباسم الأبطال الشجعان المرابطين في كل مواقع الشرف والبطولة والاستبسال، عيونا يقظة على مجد شعب عظيم صنعه قائد جسور قاد سفينة الوطن في بحر متلاطم الأمواج والأنواء إلى رحاب الحضارة والتقدم والنماء والوحدة. بسم الله، ثم باسم شعبنا العظيم وقائده الأبي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفتتح الحفل الخطابي والعرض العسكري الذي يقام في هذه اللحظات في ساحة العروض بمعسكر الأمن المركزي، تدشينا لاحتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر و30 من نوفمبر، وبتخريج عدد من الدفع والدورات التخصصية من المنشآت التعليمية العسكرية والأمنية، وهي الدفعة 44 من الكلية الحربية، الدفعة 26 من كلية الطيران والدفاع الجوي، والدفعة 39 من كلية الشرطة، والدفعة 8 من المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي، والدورة الأولى من المدرسة الفنية للقوات الجوية والدفاع الجوي، والدورة 13 من مدرسة أفراد الشرطة. نرحب بكم أجمل ترحيب بهذه المناسبة يا فخامة الرئيس القائد، وبضيوفكم الكرام، وبكبار قادة الدولة والحكومة والقوات المسلحة والأمن، وإلى آيات عطرة من ذكر الله الحكيم تلاوة الطالب مصطفى محمد المقرمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا
شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين. فخامة الرئيس القائد، أيها الحفل الكريم، من أجل اليمن قدم فخامة الرئيس القائد جل عطائه وجهده، ومن أجل اليمن ضحى أبطال سبتمبر وأكتوبر العظيم، ومن أجلها نحيا ونعيش ليبقى الوطن شامخا أبيا. ونقول شعرا: إلى المجد يا يمن الأوفياء، إلى المجد يا يمن الأوفياء، ويا جذوة الثورة الظافرة. سنجعل منك منار الهدى مشعا على الأنفس الثائرة، ورمز الصمود وحسن الإباء، معززة حرة ظافرة، كما كنت من قبل فيض الرخاء ومقبرة الأنفس الغادرة. والآن إلى كلمة الترحيب يلقيها الأخ اللواء الركن علي سعيد عبيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية. فخامة الرئيس القائد، أيها الحفل الكريم، يبدي مقاتلون الأبطال مواقف بطولية رائعة في ميادين التدريب وسوح النزال، ذودا عن الوطن وكرامته وأمنه واستقراره. وتعمل المنشآت التعليمية العسكرية والأمنية على إعداد وتأهيل الملاكات القيادية التخصصية لتسهم في رفض قواتنا المسلحة والأمن بالدماء الشابة الفتية التي تحمل راية النضال بكفاءة واقتدار، وعلى طريق المجد القتالي التليد. والآن يتقدم قائد العرض بالاستئذان من فخامة الرئيس القائد بالمرور من أمام المنصة في هيئة استعراض، تحية لفخامته وزهوا واحتفاء بعيد الثورة اليمنية الخالدة.
القائد العلوي للقوات المسلحة، الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية جهاز الاستغراض، أستأذن من الأرض فتح البلاغ مساعد الكلية الحربية قائد الأرض. هي الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية تستعد للمرور بهيئة استغراض. الفاصل بين الكليات 20 خطوة، الفاصل بين السرايا 10 خطوات. تحرك